اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحة واحسن حال. مين مننا ما سمعش عن نظام الصيام المتقطع اللي حاليا واحد من اشهر بل وتقريبا اكتر نظام ناجح ومؤثر، وده بيرجع لسببين مهمين جدا. اول سبب هو سهولة تطبيقه، والسبب الثاني هو نتائجه الفعالة جدا وخصوصا مع السيدات. في الفيديو ده هقول لكم كل حاجة مهمة عن نظام الصيام المتقطع واشهر الاخطاء اللي ممكن تبوظه واللي لازم نتجنبها، واللي بسببها ممكن ناس كتير يكونوا ماشيين في النظام ده وللاسف مش بيحققوا اي نتائج. وكمان هقول لكم على كل التفاصيل الخاصة بيه. خليكم معايا وسجلوا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. اي حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبوهولي في الكومنتات وانا هجاوبكم عليه. مبدئيا سبب شهرة النظام ده في الدايت هو سهولة تطبيقه بعيدا عن تعقيدات أنظمة الدايت التانية زي مثلا الكيتو أو الدوكنز وغيرها. النظام ده بجد سهل وبسيط جدا، بس السهل الممتنع. يعني هو سهل فعلا بس الغلطة فيه هتخليك كأنك ما عملتش أي حاجة. وميزة نظام الصيام المتقطع زي ما قلنا في الأول إنه مفيد جدا خصوصا للسيدات. طيب ده إيه سببه؟ سببه إنه السيدات معظمهم أو كلهم عندهم مشكلة كبيرة، وهي إنه معدل الحرق بيبقى قليل بسبب زيادة نسبة الدهون في تركيبة جسم الأنثى، علشان كده دايما بتلاقي معدل الحرق قليل جدا. لكن ميزة الصيام المتقطع إن هو بيحافظ على معدل الحرق عالي أو في أعلى معدلاته معظم الوقت. وكمان مفيد جدا للرياضيين لانه بيحافظ على معدل هرمون النمو او الجروث هرمون في اعلى مستوياته طول الوقت، وده مفيد جدا لبناء العضلات. وعلشان كده عدد كبير جدا من الرياضيين بيعملوا النظام ده في الفترة اللي بيسموها فترة التنشيف، لانه زي ما قلنا بيحافظ على الجروث هرمون وبالتالي بيحافظ على الكتلة العضلية زي ما هي. طيب ازاي اعمل نظام الصيام المتقطع؟ ببساطة شديدة هو انك تصوم عن الانسولين لمدة 16 ساعة. يا دكتورة هو في حاجة اسمها اصوم عن الانسولين لمدة 16 ساعة؟ ايوه، يعني مش هتاكل او مش هتدخل جسمك اي حاجة تخلي جسمك يفرز الانسولين لمدة 16 ساعة. اما ال8 ساعات الباقية في اليوم فممكن تاخد كل الكالوريز المسموحة ليك. ولان الجسم بيفرز الانسولين لما بتدخله اي حاجة فيها طاقة او كالوريز، علشان كده ال16 ساعة المسموح فيهم هي المشروبات التي لا تحتوي على سكر. طيب هل ينفع استخدام السكر الدايت؟ قطعا ينفع استخدام السكر الدايت ومفيش اي مشكلة من استخدامه، بس بشرط ان احنا نستخدمه بكميات معقولة خلال اليوم. يبقى اي مشروب لا يحتوي على سعرات زي القهوة او الشاي الاخضر مسموح به خلال ال16 ساعة الصيام. طيب اي 16 ساعة في اليوم؟ ايوه اي 16 ساعة في اليوم، ومن ضمنهم ساعات النوم. يعني ساعات النوم محسوبة في ساعات الصيام. وبالمناسبة ساعات النوم ما ينفعش تقل عن 8 ساعات، لان لو ساعات النوم قلت عن 8 ساعات ده بيأثر بشكل ضار جدا على اي نظام دايت، مش بس نظام الصيام المتقطع. طيب عشان نختصر الكلام ده، اختار اكتر وقت مناسب ليك في اليوم وتوقف تماما عن الاكل لمدة 16 ساعة، وال8 ساعات الباقيين هم اللي انت تاخد فيهم كل الكالوريز المتاحة ليك. طيب هو النظام ده مش صعب يا دكتورة؟ هو فعلا في البداية ممكن يكون صعب، علشان كده ممكن نبدأ مثلا ان احنا نصوم لمدة 14 ساعة و10 ساعات مثلا فطار. لكن بعد اسبوع تدريب مثلا وبكل سهولة هتقدر توصل لل16 ساعة صيام، وبالتالي هنجبر الجسم ان هو يتجه للدهون المتخزنة عنده كمصدر للطاقة، وبالتالي هنحقق نتائج هايلة جدا في نزول الوزن، خاصة نزول الوزن مع المحافظة على الكتلة العضلية زي ما هي. وده برضو بيحل مشكلة كبيرة جدا عند الناس اللي عندها مشكلة مقاومة الانسولين او الانسولين ريزيستنس، وده اللي هكلمكم عنه في حلقة منفصلة ان شاء الله. طب ايه هي بقى الاخطاء اللي ممكن تبوظه واللي بسببها ناس كتير جدا ماشيين على النظام ده بس للاسف مش بيحققوا اي نتائج؟
اشهر خطأ هو ان انت بعد ما بتخلص ساعات الصيام اللي هم 16 ساعة بتبقى جعان جدا، وبالتالي عايز تاكل كل حاجة في وشك الاخضر واليابس، وبالتالي فلو عملت كده كأنك ما عملتش اي حاجة. ببساطة الجسم لازم يعاني من عجز في السعرات علشان ينزل في الوزن، بمعنى لازم السعرات اللي تكون داخلة جسمك اقل من السعرات اللي انت هتستهلكها خلال اليوم. يعني مثلا لو واحد المفروض ياخد في يومه العادي 1500 كالوري، لما يجي يعمل نظام الصيام المتقطع يبقى خلال ال8 ساعات الفطار برضو ياخد نفس ال 1500 كالوري، لا اكتر ولا اقل، وبكده هتضمن نزول مضمون جدا في الوزن ان شاء الله. الخطأ التاني اللي ناس كتير جدا بتقع فيه هو انهم بيفطروا بالغلط خلال ال 16 ساعة صيام، عن طريق ان هم بيشربوا مشروب بيكونوا فاكرين ان هو مفهوش طاقة وهو مليان كالوريز. وعلشان كده الافضل في ال 16 ساعة هو الالتزام الكامل بالصيام، والمشروبات اللي زي القهوة والشاي الاخضر والقرفة والجنزبيل بدون سكر، بس مسموح ان احنا نستخدم مثلا سكر دايت زي ما قلنا كيس او كيسين هيبقى كويس جدا. خلال ال8 ساعات بقى بتوع الفطار ممكن تاخد وجبتين او 3 وجبات حسب طبيعة اليوم وحسب طبيعة الشغل، لكن مهم جدا جدا ان انت تركز على البروتينات في الوجبات بتاعتك ل3 اسباب مهمة جدا. اول حاجة انها بتاخد وقت طويل جدا في الامتصاص، تاني حاجة انها بتخلي الجسم شبعان لاكبر وقت ممكن، وتالت حاجة لان الكالوريز بتاعتها قليلة لكن الفايدة بتاعتها كبيرة جدا. في النهاية عاوزة اقول ان النظام ده فعلا من اكتر الانظمة فعالية وسهولة في التطبيق، كل اللي عايزه منك بس شوية التزام وهتشوفوا نتائج مبهرة ان شاء الله. اللي يعمل النظام ده بقى ويجيب معاه نتائج حلوة يبعت لي يفرحني، ولو عندكم اي سؤال بخصوص الحلقة دي او اي حلقة سيبهولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. اتمنى اكون قدرت افيدكم واقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.